مشاهدينا اهلا بحضراتكم حلقه جديده من البطل الاولمبي. في كل حلقه من حلقاتنا بنتواصل دايما مع هذا العالم الاولمبي المليان بالارقام القياسيه، بنتكلم كتير عن ابطالنا وبنتكلم عن الرياضات الاولمبيه وبنتكلم عن كل ما هو انجاز رياضي متواجد داخل الساحه الاولمبيه الرياضيه. دايما بنحاول ان احنا كده نسرد القصص كده ونتعلم من ابطالنا ونحاول نخلق النموذج والبطل ونطمن كده على ابطالنا، ايه الارقام الجديده، الاستعدادات الجديده، كل هذه الامور. حكايه النهارده او قصه النهارده هنتكلم عن الجودو وبالتفصيل، هنتكلم عن البطولات اللي فاتت الفتره الماضيه، وكمان هنتكلم عن الاستعدادات اللي جايه ان شاء الله والتجهيزات الخاصه بالجودو، وكمان هنتكلم على الخبير الياباني المتواجد ضمن دلوقتي القوام الخاص بمنتخبنا الوطني، وهنتكلم بالتفصيل عن هذه الامور مع ضيفي الكريم دكتور احمد صبري عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للجودو والمدير الفني للاتحاد العربي للجودو. برحب بحضرتك، موجود معانا النهارده. المقدمه الجميله للجودو، وطبعا احنا بنشكر طبعا الاعلام المصري على القاء الضوء للرياضات المصريه وبالتالي بصفه عامه ورياضه الجودو بصفه خاصه. ده دورنا ان شاء الله، وانتم عاملين نتائج كويسه وعاملين شغل كويس ان شاء الله نسلط عليه الضوء ونتكلم كتير عن الاستعدادات اللي فاتت، عن الامور اللي فاتت، ونتكلم عن الاستعدادات المستقبليه ان شاء الله. خلينا نخرج لفاصل قصير، بعد الفاصل نكمل حلقتنا ونتكلم كتير عن رياضه الجودو. بجد التحيه لحضراتكم مره ثانيه في استوديو البطل الاولمبي. بجد التحيه بضيفي الكريم دكتور احمد صبري عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للجودو والمدير الفني للاتحاد العربي للجودو. يمكن الوقت بتاع الماتش بتاع الجودو مش كبير، ممكن يخلص في ثواني، خلاص خلص الموضوع، ولكن تجهيز ومجهود واراده وتركيز يمكن يفوق اي لعبه ثانيه ممكن يتخيلها اي حد. طبعا رياضه الجودو ده المباراه عندنا 4 دقائق بس، احنا عندنا نهايه المباراه بالايبون، هي النقطه الكامله. خلاص النقطه الكامله هي رميه قويه وسريعه على الدار، ايبون نهايه المباراه. انت رميتها في اول ثانيه، في اخر ثانيه في المباراه، رميتها في الجولد سكور في النقطه الذهبيه، انت بترميها. طيب، وتيره ثابته شغالين عليها بقالكم اكتر من سنه، استقرار على المستوى العربي والافريقي، نتائج هايله حققتوها الفتره اللي فاتت، تركيز عشان بقى ايه، خلاص احنا بنجهز دايما ان احنا العالم بالنسبه لنا هو المسؤوليه الاكبر دلوقتي على اللعيبه وتجهيز اللعيبه، وخاصه لو بنتكلم على كل الاعمار، في تكامل دلوقتي بالنسبه لمنتخبات الجودو سواء على كل الاعمار، في منافسات كبيره جدا على كل هذا الامر. قبل بس ما اروح للحاجات اللي فاتت، طمني الاول احنا ايه الدنيا وايه الاخبار؟ طبعا عندنا احنا تولينا المسؤوليه بقى لنا 3 سنين دلوقتي. طبعا كان في فجوه كبيره في قطاع الفريق الاول والفريق الثاني او الصف الثالث. صحيح. فطبعا بعد الاولمبياد اللي فاتت كان الفريق الكبير معظمه معتزل او كلهم اعتزلوا، فاصبح ما عندناش فرقه كبيره نقدر نعتمد عليها الفتره الجديده اللي هي الفتره الحاليه.
فكان اهتمام المهندس مرزوق علي ومجلس الاداره اول حاجه باختيار من يقود هذه التجربه او قياده المنتخبات القوميه. فطبعا ما كانش فيه قدامنا غير كابتن محمد علي رشوان، طبعا بطل اولمبي والاسطوره الاولمبيه في الجودو عندنا، هو من يقود هذه المهمه. وكانت مهمه صعبه في البدايه، اللي احنا من خلال هذه المهمه بدانا نعمل بطولات محليه، ان طبعا قوه اي اتحاد من الموسم المحلي. فعملنا بطولات محليه، موسم محلي قوي اصفر من عنده، اختيار المنتخبات ديت عملنا لها اعداد، من خلال الاعداد دوت وصلنا نقدر نشارك في البطولات. البطوله الافريقيه للشباب والناشئين كانت 2022 في كينيا، فزنا بالمركز الاول. لعبنا بعد كده الموسم اللي بعده البطوله الافريقيه في مدغشقر، فزنا بالمركز الاول شباب وناشئين. واخيرا البطوله الافريقيه في 2024 في الكاميرون، فزنا بيها في البطوله الافريقيه 2024 شباب وناشئين. خلال هذه البطولات احنا اشتركنا بالصف الناشئين او صف الشباب، اشتركنا فيهم وصعدنا بيهم بعض العناصر الشابه في اشتراك في البطولات الافريقيه للكبار. فبالتالي قدرنا في البطوله الافريقيه للمغرب نفوز بالمركز الاول في المغرب للرجال الكبار. والسنه دي في البطوله الافريقيه في مصر فزنا برضو بالمركز الاول في بطوله الفردي، وكمان كانت اول حاجه جديده اللي احنا نفوز فردي وفرق. طبعا دي كانت بالنسبه لنا اول حاجه جديده اللي احنا نشارك في بطوله الفرق، والحمد لله ربنا كرمنا وفزنا بالمركز الاول فردي وفرق. طبعا بطوله الفرق بتبقى عباره عن ميكس ولاد وبنات مختلط. طبعا احنا عندنا المنتخب البنات ما كانش قوي، لكن ما دام صعدنا ودعمنا فريق الكبار بناشئات وشابات قدرت اللي هم يفرضوا نفسهم ويفرضوا سيطرتهم على بعض الموازين، وقدرنا نوصل بالتالي اللي احنا نفوز ببطوله الفرق الشباب. خلينا نتكلم كده بالترتيب كده البطوله العربيه الحصيله الكامله، وناخدهم كده بالتدريج افريقيا بقى، ونتكلم عن الخبير الياباني. طيب خلينا ناخد اول البطوله العربيه. البطوله العربيه دي كانت مصر بتنظم بطوله عربيه، واقوى حدث يعني عربي خلال الفتره الاخيره اللي احنا البطوله العربيه في العالمين. طبعا مدينه العالمين دلوقتي اصبحت مدينه السحر والجمال. هذه المدينه طبعا احنا بنفتخر بيها، طبعا شكر للقاده السياسيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المدن الذكيه اللي حدثت طفره انشائيه ومعماريه ورياضيه وثقافيه مش لمصر بس، للوطن العربي كله. صحيح. اصبحت مدينه العالمين هي ملتقى، مش مصر المصريين بقى، ملتقى الدول العربيه كلها بتيجي هذه المدينه. اللي بيجي فيها بيحكي عنها فبيجيها السنه اللي بعديها. السنه اللي فاتت كنا حوالي 8 دول، السنه دي 10 دول. السنه اللي فاتت كنا حوالي 300 مشترك، او البطوله كلها 300. السنه دي احنا وصلنا 664 مشترك ما بين 428 لاعب ل 82 مدرب لاجهزه فنيه. عندنا البطوله السنه دي كانت بطوله براعم اللي هي تحت 14، وبطوله الاشبال تحت 16، وبطوله الناشئين تحت 18 سنه. حدثت فيها طبعا الحمد لله مصر فازت بالمركز الاول، والانديه المصريه فازت بيها بالمراكز الاولى. طبعا حضرتك بتتكلم في حوالي 29 نادي من الدول العربيه مشترك، و18 نادي من مصر، فبطوله قويه جدا. رقم واحد فالحمد لله يعني قدرنا نفوز بيها. مشروع قومي للناشئين عمل نتائج كويسه، فاز بالمركز الاول في بطوله الفرق للبنات. وان شاء الله باذن الله يعني بنتوقع للجيل دوت اللي هو يقدر بعد كده يحمي الرايه المصريه، مش في البطولات المحليه، مش البطولات العربيه ولا الافريقيه، لا نوصل للبطولات العالميه. ده اللي احنا بنخطط له ان شاء الله باذن الله، اللي احنا من الاتحاد من 3 سنين بنخطط اللي احنا ما يكونش عندنا فجوه ما بين الاجيال زي ما حصلت قبل كده. ان احنا جيل بيسلم جيل. بطوله المحليه 17 سنه ولا 20 سنه اقيمت خلال شهر يوليو عشان نختار منها الفريق القومي اللي هيشارك في البطوله الافريقيه. كانت بطوله قويه جدا. انت قاعد مش عارف مين هيفوز بالميزان، الاربع خمس لعيبه في كل ميزان هم بينافسوا بعض. فاصبح بالنسبه لنا الوضع دوت ده هو ده اللي احنا عايزينه، اللي انت الميزان مش مقتصر على لاعب معين ولا انت محدد نتيجته، لا انت عندك 4-5 عناصر كل عنصر فيهم تقدر تعتمد عليه اعتماد في البطولات الدوليه. التنافس ده هو اللي بيخلق الحصيله اللي انا اقدر اخد منها كل الامكانيات المطلوبه في ان انا انافس بيها في المستقبل. يعني انا يمكن لما سالت في الاول ال3 سنين اللي فاتوا في استقرار اللي قلنا على المستوى العربي والمستوى الافريقي عالمي بقى، هو ده اللي انا محتاج بقى ان انا بشتغل عليه الفتره اللي فاتت. التجهيز بتاع الفتره اللي فاتت ده واللي هيتلخص في العالم الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. معانا كده لقطات كده للبطوله بتاعت العالمين، خلينا نشوف كده جزء من اللقطات دي ونرجع نكمل كلامنا مع ضيف الكريم.
بقى التحية مرة تانية في البطل الأولمبي. دي كانت تجميعة كده للبطولات المختلفة للاعبينا في الجودو. أعتقد إن إحنا لو هنتكلم بقى على البطولة العربية، المكاسب دكتور أحمد، لو بنتكلم عن المكاسب دايما كل حد كده بيدور إن هو بيكتب توصيات في النهاية إن أنا المكاسب اللي خدتها، قلنا الإبهار والنموذج والشكل والبنيه التحتيه والاستراكشر، كل حاجه خاصه بمدينه العالمين. ده وضع مختلف تماما، نقل الصوره الايجابيه اللي بتلخص المجهود اللي تم من خلال الانشاءات ودعم الرياضه او القطاع الرياضي، وخاصه لو بنتكلم عن الجودو الفتره اللي فاتت، سواء من وزاره الشباب والرياضه والقياده السياسيه. كمان دعمكم انتم المستمر للعيبه والتحفيز الدائم ان هو لازم نخلق التنافس ما بين اللعيبه والارقام وتطور اللعيبه نفسهم، والنماذج اللي موجوده دلوقتي على المستوى المحلي والافريقي والعربي والعالمي ان شاء الله. خلينا نتكلم ان دي من المكاسب اللي انا دايما بشتغل عليها وبحاول انميها. دكتور احمد، صح ولا لا؟ طبعا احنا يعني لما نبدا بطوله عربيه مرحله البراعم يعني، وبعدين الناشئين واشبال وبعدين الناشئين، يعني انت بتدرج المنافسه. صحيح. بتبدا من مرحله ال 14 سنه، بتبدا تحط اللاعب في تحت ظروف المنافسه، تحت ضغط الجمهور، تحت ضغط المنافس، تحت ضغط الحكم، مع طبعا بطوله على ارض مصريه وفي خلال جمهورك. فانت بتبدا تدرج له بدايه المنافسه الدوليه من خلال البطوله العربيه. تبدا بكام مرحله 16 سنه، بتبدا تزود له شويه في القوانين، تبدا تزامن المباراه اللي في الجولد سكور، تبدا تحط بطوله فرق، يعني تبدا تحطه على المستوى نفسه، على المستوى بتدرجها له. اللي انت عندك بطوله 16 سنه وبعدها بطوله ال 18، انت بتخش بمرحله في الاتحاد الدولي كده حاجه اسمها بطوله الكادت وبعدين الجونيور. البطولات ديت بتبقى بطولات بتبقى زي هي اللي يلعب كادت ممكن يلعب جونيور، ممكن يلعب سينيور رجال. فانت اوريدي خلاص بتحطه على المحك اللي هو خلاص يقدر يلعب اي بطوله بعد كده في قوانينها في نظامها. فانت لما بتبدا تدرج له الكلام ده في بطوله عربيه، تبدا تاهله بعد كده بطوله افريقيه، يقدر بعد كده يقدر في بطوله عالميه يقدر ينافس بالمستوى اللي انت عايزه. واجهتوا صعوبه يا دكتور احمد في الجاب اللي حصل من اللعيبه الكتيره اللي اعتزلت؟ احنا لو بنتكلم عن الفريق الكبير احنا كله تقريبا شباب دلوقتي. فلو بنتكلم عن الجاب اللي حصل ده كان لقينا صعوبه في ان احنا ندي اللعيبه دي الخبره ان هي تنافس. احنا عارفين ان الجودو صعب جدا كستريس، انت داخل بطوله، احنا قلنا ممكن ثواني قليله تحكم ماتش وتحكم بطوله كامله وتحكم تاريخ لعيب، وممكن الثواني دي برضو تخليه واحد من الصفوه اللي موجودين في وسط اللعيبه. لقينا مشكله او لقينا صعوبه في ان انا انقل الزخم ده بشكل مبسط للعيبه الصغيره، بحيث ان هو ما يبقاش لود عليه ويبقى حافز ليه. حضرتك دلوقتي انت بتتكلم ان لعيبه الشباب والناشئين بقى لهم 3 سنين بيلعبوا بطولات افريقيه، يعني لاعب دلوقتي بقى له 3 سنين لاعب دولي. منهم ناس لعبت في بطولات عالم، يعني عندنا صفا 7 عالم، سجده 5 عالم، ياسين 7 عالم، وطبعا عندنا يسري سامي بطوله العالم اللي فاتت 3 عالم. يسري بقى يعني بقى له 3 سنين هو بيتعد للموضوع ده، يجيب 3 عالم وبعد كده يتاهل اولمبياد، يبقى اصغر لاعب يتاهل اولمبياد عنده 20 سنه. هو تاهيل مباشر. وبعدين حضرتك التأهيل عندنا كمان اصلا نظام صعب، يعني تأهيل في الاولمبياد عندنا نظام صعب. انت 17 لاعب على مستوى العالم بتأهل تأهيل مباشر، بعد كده بتاخد الكوتا للعيب اللي بعد كده. صحيح. فانت بتتكلم 17 لاعب ده من خلال التأهيل ايه؟ بطولات. اول حاجه بطوله العالم النقاط بتاعتها بتوصل ل 2000 نقطه، بعدين بتبدا عندنا بطولات الجراند سلام، بطولات الجراند بري، البطولات الكونتيننتال، البطولات الافريقيه، وبعدين البطولات الدوليه اللي هي البطوله الدوليه او البطوله المفتوحه. فانت بتتكلم تبدا من 2000 نقطه لغايه البطوله المفتوحه 100 نقطه. فانت مطالب ان انت بتشارك في البطولات دي بعدد نقاط عشان تجيب عدد نقاط اللي انت بالظبط تبقى انت اللعيب بتاعك بتشاركه اكبر عدد من البطولات عشان يجيب اكتر عدد من النقاط، ان هو يقدر يوصل في التصنيف الاولمبي ان هو يخش في منطقه الامان يتاهل. يعني بقى عندك لاعب قدرت تاخد كارت، بقى عندك 2 لعيب مباشر، بقى عندك كارت كمان فرصه الكارت كمان يبقى عندك 3، قدرت توصل ب3 لعيبه يتاهلوا مباشر، بقى عندك كارت كمان 4 يبقى انت تاهل ب4. فهو ده اللي احنا يعني عايزين نوصل له. بالتالي كمان اللي احنا هدفنا الفتره الجايه وده اللي احنا بنأمل ليه، ان احنا نقدر نعد فرقه بنات مع فرقه ولاد عشان تبدا في البطولات الجايه الاولمبيه. لو قدرت توصل لان انت عندك 3 لعيبه ولاد يتاهلوا و3 لاعيبه بنات تتاهل، ان انت من حقك تلعب بطوله الفرق. ودي هتبقى بالنسبه لنا سابقه ان انت اول مره فريق عربي افريقي يلعب بطوله فرق. فده بالنسبه لنا يعني ده الانجاز اللي انتم بتدوروا عليه الفتره اللي جايه. طبعا الكلام دوت ما بيجيش من فراغ، بيجي من تخطيط
الاستاذ مرزوق علي رئيس الاتحاد، مع مجلس الاداره الموجود كله، مع كابتن محمد علي رشوار، مع الخبير الياباني اوزومي، مع منظومه الجودو، اللجان اللي بتشتغل مع الاتحاد، اللجان الفنيه، لجان المدربين، لجان الحكام، كل ديت منظومه مترابطه مع بعض. الهدف منها هو اعلان بمنظومه الجودو المصري على المستوى الدولي، على المستوى الاولمبي. فاحنا ما بنشتغلش لوحدنا، احنا كلنا منظومه واحده، بنشتغل كلنا مع بعض. اللي عنده افكار بيقدمها، اللي عنده مقترحات بنناقشها، كل ده في النهايه ان احنا الهدف منها نوصل للعيب للميداليه الاولمبيه اللي احنا بنحلم بيها. خلي بالك التكامل وان احنا نكمل شغل بعض والتواصل والدراسه والعلم هم دول اساس الرياضي البحت في العصر الحديث. حته الاكتشاف والعشوائيه والكلام ده كله عارفين بيودي لايه في الاخر، ولكن انا اشتغل بشكل علمي واطور اللعبه واطور الارقام وادور على اللعيبه واحسن المنافسات المحليه، ده بيديني تاهيل واحده واحده كده ان انا اشتغل صح، وان انا يبقى عندي القماشه اللي اقدر اختار منها القوام المختلفه، المنتخبات المختلفه بالاعمار. طيب ايزومي هيروشي وجوده في التوقيت الحالي واسهاماته في التوقيت الحالي، ايزومي واحد من الخبراء يعني، وانا لو اتكلمنا عن اليابان ممكن نتكلم لحد الصبح عن الجودو تقريبا. سينسي اوزومي او سينسي يعني مدرب باللغه اليابانيه. صحيح. لا ما تقلقش انا معايا. فسينسي اوزومي ده راجل بطل عالم 2005 هنا في مصر، وبطل اولمبياد اتينا 2004. حصل على ميداليات بقى يعني بطولات اول جابان، بطولات كودوكان كاب زمان. راجل لعيب ليه اسمه وليه تاريخ كلاعب، وكان مدرب راجل برضه في جامعه ميجي، وكان مدرس في جامعه ميجي، عنده لعيبه كتير طلعت. فطبعا كان التعاقد معاه يعني ده احدى سلسله التواصل ما بين الاتحاد المصري للجودو مع الجزء الياباني اللي هو السفاره اليابانيه او مؤسسه الجايكا، من خلال طبعا معانا كابتن محمد علي رشوان كان بيسهل لنا الموضوع دوت. تاريخ تاريخ طبعا الاسطوره يعني. فطبعا احنا عملنا بروتوكولات تعاون معاهم، من خلال التواصل قدرنا نوصل للتعاقد مع سينسي اوزومي يقدر يتولى يعني احنا جايبين السي في من هو صغير، احنا جايبين صور من هو لسه طفل يعني. اتفضل اتكلم. واوزومي يعني هو طبعا كان في اليابان الفتره اللي فاتت معسكر مع لعيبه المنتخب القومي. مش عايز اقول لحضرتك ان هو يعني فتح كل الابواب للعيبه المصريين في اي جامعه، بتخش معروف تاريخ، معروف مين بتخش مع مين، جسر تواصل كويس جدا، بينقل خبرات للعيبه، بينقل خبرات للمدربين من خلال عمل سيمينارات. يعني هو بالنسبه لنا احنا المنتخب المصري دلوقتي والمنتخب الياباني يعني بيعتبروا يعني فريند لبعض، يعني دلوقتي في اي حاجه في تعاون ما بينهم يعني. صحيح. ايزومي واحد من اللعيبه اللي تعبيرات وشه من هو طفل لحد ما هو كبير ما اتغيرتش، هي نفس انا حتى جبت كده ملخص لكده لحياته امبارح اتفرج عليه، نفس الرياكشن. هو جد في كل حاجه. هو مدرب جد، حتى هو بره اللعب، حتى يعني هو مدرب جد، وهو امله في مصر كبير. وكل كلامه معانا ان هو عايز يطور منظومه الجودو المصري، هو عايز يعمل منهج للجودو المصري. ان الجودو المصري كان المنهج بتاعه الاساسي هو المنهج الياباني اللي قدر كابتن رشوان ساعتها يفوز بالميداليه، عشان كان مدربه برده كان مدرب ياباني. فهو عايز يوصل، وهدفه ان هو يوصل للعيبه يوصلوا للاولمبياد وميداليات اولمبيه وبطولات عالميه من خلال المنهج دوت. بالاضافه اللي هو عايز يطور ثقافه اللاعب المصري في الجودو، ويبدا يوسع له الفيجن بتاعه، يوزع له خبراته الحصيله المهاريه في الرياضه في اللعبه. انت ممكن اللعيب يكون عنده حركه او حركتين هو اللي بيعتمد عليها، لكن هو مش عايز كده. هو يعني كل كلامه مع اللاعبين واحنا في المعسكرات والكلام لازم يوسع الحصيله المهنيه، ان المباراه بتختلف المواقف داخل المباراه، فلازم تكون عندك انت الحصيله المهنيه اللي انت الحركه اللي تتناسب مع الموقف اللي انت بتتعرض ليه. فكان كل كلامه لازم تغير اكشن، تغير البوزيشن بتاعك، تغير كلام كتير. الكلام دوت اثر على اللعيبه، بدا يطور من امكانياتها، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه احنا بنعمل اللي هو يعني يقدر المنتخب المصري يحقق نتائج كويسه جدا من خلال التدريب مع المدرب الياباني اوزومي هيروشي. تمام ان شاء الله. البطوله الافريقيه للكبار اللي اتعملت في القاهره، الحصيله والملخص كده يا دكتور احمد. البطوله الافريقيه في الكبار في القاهره كانت بطوله قويه جدا. حابب اتكلم 34 دوله مشتركه، مصر فازت بالمركز الاول فردي وفرق. البطوله دي كانت ليها يعني حسابات. البطوله دي كانت اخر بطوله افريقيه مؤهله للاولمبياد، فكل اللعيبه كل اللعيبه الافريقيه كانت لازم تحضرها.
عشان هي دي البطوله المحطه الاخيره اللي هيتاهل ليها الاولمبياد. انت بتتكلم الميداليه الذهب 700 نقطه، فاللعيب اللي هيجيب ميداليه ذهب هيوصل ل 700 نقطه على الرانك بتاعه، يقدر يتاهل اوريدي مباشر للاولمبياد. فبالتالي كان كل اللعيبه المصنفين اللي في الدول الافريقيه لازم كانوا يلعبوا. كانت بطوله قويه جدا، والحمد لله مصر قدر تفوز بالمركز الاول فردي وفرق، الحمد لله رب العالمين. تمام. خلينا نشوف كده جزء كده ونسترجع كده جزء من الكلام اللي احنا اتكلمناه دلوقتي عن البطوله الافريقيه اتعملت في القاهره. نشوف جزء كده ونرجع نكمل حياتنا مع ضيفنا الكريم. وها نحن الآن نستعد لانطلاق بطولة جديدة من الأراضي المصرية العريقة. بجدد التحيه لحضراتكم مره ثانيه. دكتور احمد، يمكن الثواني ما كملتش دقايق، يعني دي بتلخص بطوله من اسرع البطولات اللي حصل تجهيز ليها واستعداد وامور كتيره حصلت كتير 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 جدا ودخل كبير جدا عشان البطوله. اعتقد ان الحاجات دي من الحاجات اللي بتبقى بتدي حافز بعد كده. انت حتى في وقت قصير انت مستعد، جاهز نفسيا، جاهز في البنيه التحتيه، جاهز في انك تستعد لاي بطوله ايا كانت سواء كبيره او صغيره. دكتور طبعا البطوله الافريقيه في مصر هنا طبعا احنا طبعا بنشكر الشركه المتحده عندنا على مساندتها للاتحاد المصري للجودو كراعي رسمي. طبعا وزاره الشباب والرياضه بامكانيات المتاحه، دكتور اشرف صبحي يعني طبعا ما بيبخلش على الرياضه المصريه بوجه عام وعن رياضه الجودو بوجه خاص، وهو طبعا الداعم لينا في مسيره النجاح اللي احنا فيها. طبعا مهندس مرزوق علي طبعا ومجلس الاداره الموقر. طبعا حضرتك شايف ان مجلس الاداره كله على قلب واحد، كل واحد ليه دور، كل واحد ليه هدف، يقدر يتواصل كله مع بعضه مع المنظومه، اللجان المنظمه او اللجان اللي في الاتحاد، كلنا مع بعض طبعا عشان نوصل لهذا الانجاز. التواصل المؤسسي هو اللي بيوصلنا في النهايه ان يبقى في تكامل ومفيش مشاكل، يعني حتى احنا بنتخطى كل الصعاب مع بعض واحده واحده، وما بيبقاش في اي ديلي من اي نوع من الحاجات تاخرني او تعطلني عن البطوله. يمكن انا الوقت بيجري بسرعه، خاصه لو بنتكلم عن بطولات كتيره وخاصه بنتكلم في الجودو. خلينا نروح ليسري سامي. يسري سامي واحد من الاسماء اللي يعني الصدى على السوشيال ميديا دلوقتي وعندكم في الاتحاد كبير خالص. نتكلم عن بطوله العالم والبرونز 60 كيلو. يسري صح؟ 60 كيلو. 60 كيلو. يسري سامي في بطوله العالم في البرتغال قدر يفوز بالميداليه البرونزيه. طبعا يسري سامي من اللاعبين المبشرين او اللاعبين اللي الاتحاد المصري حاططهم على المحك او الاعداد للاولمبياد 2028 و2032. يسري طبعا هو اصغر لاعب تاهل الاولمبياد الفتره ديت، اولمبياد باريس. طبعا هو من خلال التاهيل المباشر قدر يوصل لتجميع النقاط ووصل يتاهل تاهيل مباشر. طبعا فاز بطوله افريقيا للشباب، بطوله افريقيا للكبار في المغرب، بطوله افريقيه في مصر حسب الميداليه البرونزيه في الدوله الفضيه هنا في مصر. طبعا يسري من اللعيبه اللي هي تتميز بالقوه والسرعه، اللي هو لعيب 60 كيلو، بالاضافه اللي هو عنده السمات الشخصيه، سمات البطوله. صعب جدا انت ممكن تكون عندك السمات المهاريه لكن انت ما عندكش السمات الشخصيه. السمات الشخصيه اللي عندك القوه والمثابره والاصرار، العزيمه، كل ده اللي انت لازم توصل له. التركيز عند يسري ما شاء الله يعني. فان شاء الله باذن الله احنا يعني بنتوقع له ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في الاعداد اللي موجود خطه الاتحاد يقدر يوصل في البطوله الجايه بطوله العالم الكبار. هو خلاص دلوقتي بقى كبار، فهي بطوله العالم
العالم الكبار، ويبدا بعد كده يستعد لبطوله الاولمبياد ان شاء الله باذن الله. طيب انا عارف ان هي 3 سنين صعبين واشتغلنا فيهم كتير وحققنا ارقام وعندنا حصيله من اللاعبين هايله خالص، سواء في بالظبط كده التدرج بالمستويات المختلفه. عايزك تدي لهم بقى كده نصيحه في الوقت اللي جاي كده، وامنياتك انت ان شاء الله الفتره اللي جايه. طبعا قبل ما نختم عشان نبقى احنا ختمنا بحاجه ليكوا كده كويسه. طبعا حضرتك بتتكلم في الفتره ديت، انت عندك فتره الشباب والناشئين 3 بطولات افريقيا، انت وصلت حوالي وصل ل 85 ميداليه. 85 ميداليه، عندك حوالي 5 او من 28 لاعب او بطل حصل على ميداليات في بطوله افريقيا شباب وناشئين. طبعا الفتره الجايه هتبقى كل دول داخلين على مرحله الكبار، فده اللي احنا متمنين. احنا الهدف بتاعنا اللي احنا عايزين يكون في تواصل ما بين الاجيال، يكون في ترابط ما بين الاجيال، يكون في حصيله للميداليات الافريقيه العالميه صحيح. الاولمبيه، عشان نقدر نوصل في الاخر عندنا منافسه قويه مصريه، وبالتالي تقدر توصلنا ان احنا نوصل منافسه قويه عالميه ان شاء الله باذن الله. معاكم كتف بكتف ان شاء الله، ومتابعين كل الاخبار، وان شاء الله تبقوا متواجدين دايما معانا هنا في الاستوديو، تقولوا لنا على كل الجديد، ونبقى متابعين كل الجديد، ونهني ونبارك لكل لاعبتنا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد صباح. بشكرك وبشكر اسره الجودو المصري على مساندتها لينا، ووصلنا هذا النجاح اصلا بمسانده اسره الجودو المصري. بشكركم وبهنيكم وبشكرك دكتور احمد على وجودك معايا النهارده، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للجودو والمدير الفني للاتحاد العربي للجودو. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا النهارده، شرفتني ونورتني. شكرا يا فندم. بشكر الساده المشاهدين لمتابعتهم لحلقه اليوم من البطل الاولمبي. نشوفكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده. تحياتي وتحيات فريق العمل، والى اللقاء.